لكن يافتك لما خدمت في الدير بقى يا سيدنا، غير موهبة التصوير أو كشغلانة، اشتغلت إيه تاني؟ تقدري تقولي ان انا خدمت في كل خدمات الدير. آه. اولا لما دخلت مسكت المطبخ مع الاباء، مع الطريب الرهبنه، مسكت المضايف. اشتغلت في المطبخ فترة سيدنا؟ طبعا. انا ما كنتش بطبخ. ما قلتش أنا مش عارف، أنا ما أعرفش، ما ينفعش يحطوني في حاجة تانية؟ قلت حاضر. احكي لك على حكايه حصلت معايا. اتفضل. وانت بتحب الحكاوي. أيوه. كلنا بنحب الحكاوي يا سيدنا. انا عمري في حياتي ما يعني ما كنت اعرف ازاي الرز بيتطبخ. وكان عندنا احنا كنا 4 ماسكين المطبخ، ففي 2 هيجيبوا الكوسه يقشروها ويقطعوها ويعملوها بالدمع. فانا ما بعرفش اعمل الدمعه دي، فقالوا لي انت اعمل ايه؟ قلت اعمل رز. فانا كنت بشوف الرز بيتعمل بطريقه، ما دخلتش المطبخ مع والدتي. لا، وبالذات المطبخ كمان في البيت حاجه وفي الدير حاجه بالكميات اللي بتتعمل. هتطبخ لحوالي كنا 20 راهب ساعتها. وبعدين الابونا اللي معايا قال انا هغسل الرز. احنا الرز هناك مش بننقيه، نغسله وخلاص ونحطه في الشمس شويه بنشوف. فابونا غسل الرز وانا قلت له خلاص اتفضل انت يا ابونا قول قانونك، يعني قول مزاميرك وانا هعمل الرز. وبعدين جبت الحله وكان فيه البوتاجاز وحطيت الزيت. انا عايز اعمل الرز اللي هو بيطلع فيه شويه محروق وشويه ايوه اللي هو بالشعريه وكده. فما فيش شعريه، هو رز كده، هو رز بس. فجبت شويه الزيت وحطيت رز وقعدت اقلب. لو ما جه احمر كده قلت خلاص احط الرز التاني الابيض عشان يبقى لونين مكان الشعريه. وقعدت اعمل كده. وبعدين انا عارف ان في ميه بتتحط، بس امتى؟ معيار الميه قد ايه، المعيار بتاعها وامتى وفين. يعني دي كانت اول مره في حياتي صحيح. لن انسى هذا الموقف، بس علمني حاجات كتيره. اتعلمت حاجات كتيره. في خرطوم في الحنفيه، فحطيت الخرطوم في الحنفيه ووصلت الخرطوم على الحله وقعدت احط ميه واعمل كده وادور. الميه غطت على الرز زي ما انا عارف يعني. وسبته كل شويه اروح 5 دقايق ارفع واقعد اقلب فيه كده. اللي احنا هناكل الساعه 12، الدير عنده المايده الساعه 12 ومايده الساعه 6. فالجرس بيضرب الساعه 12 بالدقيقه، الاباء كلهم هيجوا من الاشغال. نكون احنا ربع ساعه قبل الجرس نحط الخضار والرز في طبقين سرفيس كبير، وكل اب ياخد منه ويحط بتاعه. وبعدين في اب هيقرا البستان الرهبان. فابونا الربيطه ساعتها دخل وبعدين بيجي يطمن على المايده جاهزه. فتح الحله فبص لقى الكوسه، قال كويس. انا بقى ايه، لقيت الرز مش رز، لقيته شويه حاجات كده ممكن تقولي عليها حجر مثلا ولا مكلكع كده شويه. يا ربي طب هو الرز بيبقى مستوي كده وشكله ايوه حلو. مستوي. انا غلطت، انا حطيت ميه كتيره وقعدت اقلب فيه فتعجن. بس هو استوى، هو الحمد لله هو استوى. حطيته في الاطباق وجيت احطه على الايه، على الترابيزات. يعني غرفت يا سيدنا. طبعا ودي علمتني حاجه، ان الاباء الرهبان كل ما يقدم اليهم ياكلوه. واكلوا؟ الاباء الرهبان كانت الرز ساعتها المعجن. جه حد من الاباء الرهبان هو دلوقتي راح السما، فسال قال ايه، هو مين اللي عمل الرز ده؟ فانا بمنتهى البساطه قلت له انا. قال لي تعالى. عملته ازاي؟ قلت له اول مره اعمل رز. قال لي هقول لك تعمل ازاي. واداني درس. اولا انا ما لقيتش الاكل اترمى، يعني الاباء اكلوا فعلا يا سيدنا. الاباء كلها محدش قال لا ده وحش او زقوا او مين اللي عمل كده. وده كان الدرس الثاني انا اخده من الدير، ان الرهبان لا تتذمر، واللي يتحط بياكل وكلوه معجن مش معجن. وخدت درس تاني من الاب اللي علمني بقى، اللي هو فهمني ازاي اعمل الرز. قال لي معيار معين وكده. النهارده احسن حاجه بعرف اعملها هي الرز. من ساعتها يا سيدنا اتعلمت كذا درس